السلام عليكم خاوتي، نشوفوا هذا الفيديو الفرق بين مملكة العسكر والجزائر. اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنتزهات والخيرات. أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. يرمز إلى القيم الأخلاقية العظيمة وتعايش الديانات، نشاط خيري لتوزيع قفة غذائية لفائدة العائلات المحتاجين وفي وضعية صعبة، مبادرة جمعها رمضان فرصة للتعبير على التآخي والتعايش والسلام. مجموعين كاملين باش يتضامنوا مع هاد الناس ويتساعدوا معاهم ويصيفطوا ميساج دو بي بان ليه حتى هما كيساعدوا كيحسوا بخوتهم المغاربه في هاد لا بيريود ديال رمضان، وجاست جميل جدا بانهم باغيين يساعدوا اي مغربي محتاج مسلم باش يدوز هاد الوقيته د رمضان. القضيه ديال الصيام، حنا عندنا الفاتح ديال رمضان هو غدا الخميس. مزيان، انا غير واحد الملاحظه اثرتها جاتني. النظام العسكري عاده، النظام الجزائري وحنا في رمضان كان ديما اش كيدير، ديما كيحاول انه يتسنى تيشوف المغرب امتى مراقبه الهلال، وإلا كان المغرب مثلا غيقول مثال المغرب قال الخميس غيقول هو الاربعاء، هاد المره قالوا حتى هما الخميس. يرحم بابا. اذا لاول مره الجزائريين غادي نصوموا، المغاربه والجزائريين في نفس النهار. الله يبارك استي. هنا وهما كتعرف كيديروا حتى في القضيه ديال الاعياد، حتى الاعياد كيبغيو ديما كيبغيو يسبقوا المغرب. جوب اسيدي ما دراك بالرجاله. هذه مبادرة تضامنية ونفتخر كيهود مغاربة بانتمائنا لهذا البلد، وهو أفضل مكان لإبراز مثل هذه المبادرات أمام العالم، حيث تتعايش مختلف الديانات. إدخال الفرحة والبهجة إلى اليتامى والأرامل والمحتاجين هو ما يسعى إليه هذا العمل التطوعي، مشهدا للاحترام والتضامن الذي يجمع بين المغاربة يهودا ومسلمين. وما عرفناش، ما كناش متوقعين انه اليهود اللي دايرين هذا الشيء، والحمد لله الله يجازيهم بخير، كيحترموا معنا رمضان كما حتى حنا كنصوموا كنديروا المحسنين وكيديروا حتى هما الله يجازيهم بخير. انا كنشكر جمعيه اليهود، حتى هما مغاربه معنا وكيحسوا بينا ولا يكثر خيرهم، وحتى هما مغاربه منا ودموا اللحم حنا وياهم، حتى هما كيبغيونا. الحمد لله كنشكروا هاد الناس هادو اللي مضامنين مع هاد الناس وكيعاونوا خوتهم في هاد العواشر في هذا رمضان الكريم، والحمد لله كنشكروهم والله يكثر خيرهم، كيعاونوا خوتهم في هذا، تيفرحوهم وكيفرحوا وليدات الناس. العمل التطوعي وإن كان مترسخا لدى المغاربة إلا أنه يزداد خلال شهر رمضان. أعمال خيرية تدل على مدى ترابط المجتمع المغربي واحترام بعضهم البعض. بارطاجي الماكسيموم، ما تخليش الفرحة تحبس عندك، بارطاجي لنا الدمار، بارطاجي لنا الخلا. راني هايل اللي عنده الكلاوي لي بيست لي كيست اللازم، اللي مريض يجي يشوفي براحه. انا كنت صباح 50 صافي من السميد ماهوش مسلف، داري ماهيش تلفة، اللي الخيوط ما يقيد يشد المقدف في وسط الرياح عاصفة. سويسرا د لافريك، هذه الصور اللي نهار اليوم مالك به بوالي العهد يخرجوا باش يسربوا قفه. هذا الملك تاع ذاك الشعب اللي يتبع تبونوش يقول اذا هضر على البطاطا ولا هضر على السكر ولا على الحاجيات اليوميه المواطن الجزائري يجي يجري ويقول لك كيفاه رئيس ينزل ويتكلم على الامور. حنا عندنا مالك ما يديرش هاد الصوالح. هو ها نشوف هنا موش يفهم فيه على الدرون كيفاه يشغلوها، لا هو يفهم فيه على القباب باش محمد السادس خلع قال واش يديروا بهم. انا جامي شفتهم هادو. وهنا بوس باش تدي القفه، لازم تبوس باش تدي القفه. والله غير الحمد لله على نعمه الجزائر. حنا في الجزائر في السابق كان اعوان البلديه هما اللي يسالبوا القفه، وفي الوقت الحالي من اجل صون وحفظ كرامه المواطن ولات القفه عباره عن مبلغ مالي يتم صبها في الحسابات البريديه. ادي المبلغ تاعك
واحد ما يشوفك وروح اشري واش حبيت تشري تريل تاع هذه القفه، ويزيد يقول لك بلا مزيتو تبون يديها ويزيد يقول لك بلا مزيتو. لا اله الا الله محمد رسول الله. فرفشنا وقلشنا يا ملكنا يا عزيز علينا، احنا ملناش حد غيرك لينا، طل علينا حتى ببيضة حميس او شكارة فرينا، شكيرة عدس تأكيله بزاف علينا، جيب لينا يا ملكنا يا الغالي، ملناش حد غيرك يتفكرنا ويطل علينا، ما بغينا ثروة، ما بغينا ذهب، ما بغينا فضة، ما بغينا فوسفات، بغينا القالب ديال السكر هذاك حيث عزيز علينا. شوفوا يا العياشة، شوفوا الشوه هادي قدام سفارة إسرائيل على خاطر قفة رمضان. هاد المهزلة ما كتصرى والو في الجزائر اللي كتضحكوا عليها، كتصرى غير عندنا والله. لا ما كاينش بلاتي لا لسه دي بون ici. عجينة كبيرة. في الجزائر تحس ان صحة فطورك وصحة سحورك كأنه دين، يعني شيء لازم يتقلق، الا فترتين بقى ما بين المغرب والعشاء لان كل واحد في بيوته، وما بين من الفجر للظهر، دول وحيدين. بغير كده لازم 30 يوم صحة سحورك وصحة فطورك، صحة سحورك من بعد التراويح لحد الفجر دي صحة سحورك، ومن الظهر لحد المغرب دي صحة سحورك صحة فطورك. فلا يمكن. امبارح تعمدت كده ان انا قعدت قلت لهم كل سنه وانتم طيبين، ما حبيتش اقول حاجه، صحة سحورك صح على طول لازم. فصحة فطوركم وصحة سحوركم 30 يوم بقى، كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تعملوا تبقى متابعه ولا أنتم أعظم شعب في هذه الأرض، تخيلوا بقى، وأنتم أقوى شعب فوق هذه الأرض، وأنتم اللي معمول حسابكم يا أخوي. من باتنا المدينة اللي أنا فيها لتنزل على تمن راس 2600 كيلومتر، ما شاء الله. يعني كبيرة هذه الجزائر يعني كبيرة. فلسطين وسوريا ولبنان مع بعض، يعني انت بتحكي قد سوريا وفلسطين ولبنان والعراق جاد مرتين. شو عم تحكي انت؟ الجزائر كثير كبيرة، تقريبا أكبر دولة بالوطن العربي، قارة الجزائر. بعدين الجزائر فيها 3 شغلات حلوين كثير، في عندك ساحل 1200 كيلومتر، ساحل 1200 كيلومتر ساحل، وفي عندك جبال، وفي عندك صحراء، كل شيء يعني كل شيء برضه احنا في فلسطين عندنا نفس الشيء، 8 وردات سنة كل شيء. ايه بعرف في بس على صغير يعني. ايوه صغار. ايه ورد شباب، ورد
السلام عليكم. أنا اسمي آيلين وأنا من ألمانيا ولكن من أصول تركية. هذه صديقتي هي أيضا من ألمانيا ونحن في الزيارة من الجزائر. في الجزائر أنا أعجبني كثيرا إفطار جماعي والأجواء. السلام عليكم. أنا اسمي إلياس وأنا سياحي في الجزائر وكنا هنا في يومين في ألجير وهذه مدينتي جميلة جدا والناس هنا لطفاء والآن نحن هنا للإفطار وشكرا جزيلا للاستقبال هنا لكل هنا. احنا جزائرية في الجزائر كون ما نسمعوش الأذان نقعدوا 3 أيام وحنا صايمين. كون ما نسمعوش الأذان نقعدوا صايمين. لازم نسمعوا الأذان بودنينا. وين؟ فطرت عنده هذا خرجت قال لي الأذان في الدين سمعتوا. لا انت جزائري. جزائري انا عم اخوي. انت اللي شديت كرشك قالوا لي وكلوك الحار اليوم. شوف فاهمك في حاجه احنا جزائريه تسمى الجزائريه اون جينيرال. رمضان عنده حرمه وحدها عندنا احنا. رمضان حرمه واحدها. شوف خط احمر رمضان انتو شابل ما يتقاسش. خط احمر شفتي خط احمر. انا جسمي ديابيتيك ونخدم لالين ونجي صايم ونروح صايم. رمضان عندنا خط احمر انتو شابل ما يتقاسش. ما يتقاسش انتو شابل. شفتي خط احمر ربي ووالديك وبعدك رمضان انتو خط احمر. لا اله الا الله. خليني انا عندي سؤال واحد بس. ازاي العرب بيسافروا اوروبا وعندهم الجزائر اجواء اوروبيه بنكهه عربيه يعلوها الوقار والجمال والترحاب من كل الشعب الجزائري؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله، اجواء ساحره ما شاء الله. شوف الجمال والروعه والهدوء وشعب جميل ومضياف ويحبوا الغريب. بص جمال البيوت، شوف جمال الشاطئ، تشوف السحاب تحتيك وكأنك شايف من الطائرة، أكنك باصص من الطيارة بالظبط. بص جمال الأجواء والشاطئ هناك، تبارك الله فيما خلق، ما شاء الله. انا بقول للناس روحوا الجزائر هتنبسطوا. طب الاكل انت ما قلتليش برضو الاكل. شخشوخه. شخشوخه ولا شكشوكه؟ شخشوخه. شخشوخه دي جديده دي. حته اكله الشخشوخه دي زي الشكشوكه. ايه الشخشوخه دي؟ البراق العنابي. بس دي تبقى حلوه قوي لو حطيتها مثلا مع حاجه تانية بتاكلها، تحطها جوه ساندوتش مثلا او حاجه تخليه لك كده سبايسي. فظيعه. اوه اي لايك. موائد الرحمة في الجزائر أو ما يعرف بمطاعم الرحمة. أنا النهاردة موجود في إحدى مطاعم الرحمة أو موائد الرحمة هنا اللي موجودة في الجزائر، معروفة بمطاعم الرحمة. هنا قبل دقائق قليلة من الإفطار عشان نشوف هم بيقدموا إيه اللي بيتعمل كله، عدد الناس اللي هم بيقدموهم أو بيطعموهم يوميا في هذه الواحدة فقط من إحدى الموائد الرحمة. طبعا من ضمن آلاف الموائد طبعا على مستوى الجمهورية. الطبيعي طبعا ان هو يكون فيه السلطة واللحم حلو، هذا او الطبق الطاجن حلو والسلطة والحميص، ده اساسيات. معاهم بعد كده الشوربة والبوراك، ده الطبق بتاع الشوربة، حاطين لهم تمر واكيد الكاس الفارغ ده للمية او اللبن، وفيه طبعا المية وفيه العصير والحاجات دي كلها والخبز. دي الحاجات الاساسية اللي هي ايه ما تبردش. بعد كده احنا طبعا النهارده قررت ان اجي افطر معاهم هنا انا ومعايا ابني كمان، نشوف هم بيقدموا ايه للصائم، بيفطر ايه معاهم هنا كل يوم. بس قبل ما نتكلم في القصه دي كتير تعالوا نسال حد من المسؤولين. صديقي تعال هنا، تعال كده.
عرفنا اسمك الاول. السلام عليكم، معكم رئيس جمعيه خيريه سعاده المحتاج من الجزائر ولايه العاصمه سعودي عادل. نورتنا بحضورك الله يحفظك. حبيبي المصري. الله يحفظك ويبارك فيك. كل الشعب الاسلامي. الله يخليك ويبارك فيك. سريعا كده، كم واحد تطعموه يوميا هنا في يوميا عندنا من 700 حتى 800 نفر. من 700 حتى 800 نفر. نعم. كاين اللي هنا يدوا محمولين للبيوت الارامل وذوي الاحتياجات الخاصه. عندنا ايضا امهاتنا من دار المسنين. ما شاء الله. ايضا مرافقين مرضى السرطان في المستشفيات هنا في ولايه العاصمه. يعني مش قاصر على الناس اللي بتيجي فقط هنا يعني. لا كله. نعم. كله ما شاء الله. محمول وعلى الطاوله. ما شاء الله. طيب لله. قبل احنا بنستغل الوقت قبل ما يجي الافطار، تعالوا نوريهم المطبخ شويه هم بيعملوا ايه. يلا ان شاء الله. يلا. والشخص ده قبل ما يتحرك، دي الشوربه صح؟ دي شوربه، ايوه دي الشوربه فريك اهي، واخدينها يا دوبك قبل دقيقتين من الافطار. ومباشره هنا دي بقى اللي يقولوا عليه في الجزائريين دوزيام بلات، الطبق الرئيسي يعني. الطبق الثاني اللي هو ده ايه ده؟ بسله جلبانه ايه؟ والدجاج والكلام ده كله ماشي. فده طبعا هي لسه بيتم التجهيز. الحاجه طبعا عشان تتاكدوا من النظافه اهي، ما شاء الله المكان نظيف. انا لو مش نظيف ما كنتش هنصور طبعا الكلام ده كله. ده الطبق الرئيسي اللي هم بيعملوه، وهنا كميه كبيره طبعا من الشوربه فريك، وزيد معاهم الاطفال دول. انتوا بتوش تديروا تعمروا اهو، عاملين لهم كمان حلويات. انت فاطر يا كشفتك دايرين لهم هنا دي حلويات تاني معاها. طبعا مش دي مساحه فقط، طبعا ده جزء فقط من المساحه ماشي. وتعالوا اوريكم الجنب الثاني، ده جانب تاني برضو، مساحه تانيه اعتقد مناسبه يمكن للعائلات ولا حاجه، عشان لو في عيله جايه ومكسوفه منها ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله يكون عندها خصوصيه. وما شاء الله الحاجه كلها في منتهى النظافه. حاجه ما شاء الله، ربنا يبارك طبعا في القائمين عليها. في مساحه ثانيه تعالوا نشوف، ودي ثاني مساحه ثانيه، بس احنا طبعا يعني ايه في عائلات فاحنا هنيجي لحد هنا. اسمعوا اهو ما شاء الله، حاطين لهم اهوت، بداوا حطوا الشوربه اهي، الشوربه الاساسيه لحم محروق زي ما قلت لكم العصير، وبعد كده يجيبوا لهم الباقي. ادي اهي، يعني كانك في سفره بيت. موائد الرحمه هنا في الجزائر كانك في سفره بيت بالظبط. الطوابل، الكراسي، الترابيزات، كل حاجه في غايه النظافه. حاجه جميله جدا جدا بصراحه. فده سريعا كده اللي انتم شفتوه. فاضل ايه؟ فاضل تقريبا 3 دقائق هنفطر معاهم كمان، وبعدين نختم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه، وقولوا لي رايكم في التعليقات. اذان المغرب طبعا، مع اذان المغرب بالظبط بتكون الموائد كلها جاهزه، المائده كلها جاهزه، وناس قاعده على كراسيها. الناس دلوقتي طبعا مش بصور حد، بس كل الناس دلوقتي بتتناول طبعا الشيء الاساسي اللي هو الشوربه في الاول، والتمر واللبن والحاجات دي كلها والسلطه، وبعدين يكملوا بقى بالطبق الاخير. الكسره مع الشوربه، عاملين لهم قطعه كسره. انا مش ميال كتير للكسره، بس طعمها جميل جدا والله، تتاكل حاف. وفي الختام نجيب لك الطبق الثاني اللي هو اللي وريته لكم في الاول. ان شاء الله الاكل نظيف. حاجه تعالوا هنا، يعني بصراحه كانك في البيت، والله بجد كانك في البيت. فشكرا كل الناس القائمين على هذه المائده، وكل الناس في كل مكان. التنظيم في عدد كتير على فكره من المنظمين، يعني في ناس كلهم لابسين جيلات والكلام ده كله، لانه فريق عمل كبير منظم ماشي بشكل كويس جدا. الاكل معمول بشكل نظيف. حسن التعامل مع الناس شيء مهم جدا. وفي التوقيت كل الناس الفطار بتاعها كان جاهز. ده كان فيديو من الجزائر الجنوب المصريه، فيديو سريع طبعا. ان شاء الله مره ثانيه يكون عن موائد الرحمه في الجزائر بشكل اكبر، ولكن انا الوقت ما خدش، وصلنا 23 رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم.